السلام عليكم اخوة حبايبي. كالعادة المنتخب المغربي كل ما يشوف المنتخب المصري يكسبه في 17، يكسبه في 20، يكسبه في فوتسال. بص اي حاجة تحط المغرب قدام مصر هتلاقي المنتخب المغربي بيكسب. ما شاء الله، الله اكبر، ومليون مبروك لكل الجماهير المغربية على الاداء وعلى التطور وعلى الناس اللي بتشتغل. قلناها من سنين، المغرب بيشتغلوا وبكرة تشوفوا الانجازات. قال لك انت بتطبل. طب النهارده يا عم مصر والمغرب، يعني انا راجل مصر وبتكلم على المغرب مش حاجه تانية اهو، يعني مفيش تطبيل، محدش يكره بلده يعني، بالعكس يعني، ده الواحد حزين قوي على حال الكره المصريه. لكن المغرب يعني تتفرج عليها تبقى مبسوط، حاجه محترمه جدا، ارقام محترمه جدا، ناس بتشتغل، عندهم حاجه مش عندنا. ايه هي بقى؟ في المغرب لما يكسبهم ربنا يكرم واحد ويكسب او لاعب ويكسب يديله الفرصه. احنا العكس، اللي يخسر عندنا تديله الفرصه. ميكالي يخسر من المنتخب المغربي في نهائي افريقيا، اديله الفرصه. يروح الاولمبيات يخسر المركز الثالث 6-0، اديله فرصه. يروح يمسك فريق ال20 سنه علشان يعمل بهم انجازات، يخسر 2-1. مش شاطرين غير في كده، امور غريبه جدا. فيعني ربنا يكون في عوننا في مصر بسبب الناس اللي بتدير. على الجانب الثاني اتعلموا من المغرب. ابوس رجليكم اتعلموا من المغرب، ابوس رجليكم. شوف الناس دي بتشتغل ازاي، الناس دي بتهتم باللعيبه الصغيره ازاي، الناس دي بتشوف اللعيبه اللي تحت ال 17 سنه بيتعاملوا معاهم وكانه لعيب كبير خالص، لعيب من كوكب تاني بيتعامل مع صاحب ال20. احنا عندنا لعيب عنده 17 سنه بتقول خد يلا روح يلا، لا هو مش يلا، ده لعيب كوره، دي شغلته ان انا اقول له على تكتيك معين ينزل يطبقه واعلمه واطوره. اما احنا عندنا جيب اللاعب عنده 17 سنه انزل هات العب 4 2 3 1، هو مش عارف يعني 4 2 3 1 اصلا، واللعيبه الجيده مش بينضموا. في الجانب الثاني بتشوف المغرب في الفريق كبير مثلا، شوف الفريق كبير هتلاقي فيه لعيبه من فريق ال20، هتلاقي فيه لعيبه من فريق ال17، وهتلاقي لعيبه من الفريق الاولمبي، هتلاقي فريق متطور. دي بقى الامور بتتحسن، الناس بداوا يشتغلوا، حطوا في دماغهم كره القدم، الدنيا بقت في حته ثانيه. احنا نايمين في اقسم بالله العظيم نايمين في العسل، حرفيا. النهارده بتتكلم في المنتخب المغربي كسب 1-0 في الهدف الاول، يعني بصراحه هدف حلو قوي. طيب منتخب مصر حد فيه ردة فعل؟ مفيش ردة فعل. بدأ ان الشوط الثاني كان في كرة ثابتة، ربنا كرم منتخب مصر سجل هدف، يلا بينا يا رجاله نلعب كرة. قال لك لا احنا جبنا هدف التعادل بس. طب احنا مش هنلعب كرة ليه؟ قال لا. ليه بقى؟ المغرب بدأوا يشتغلوا ويضغطوا، عرضيات يمين عرضيات شمال محاولات، بدأوا يضغطوا. احنا فين؟ احنا نايمين لحد لما جاء في الدقيقة 67 هدف حلو قوي. بس الهدف مش حلو قد ما هو عيب قوي، مش عايز اقول كلمة عيبة يعني. الكرة عرضية من الجانب الشمال عدت على كل المدافعين حتى المهاجمين، لما راحت على الزاويه البعيده خالص الكل بيتفرج عليه. بتتفرج عليه. المشكله ان ميكالي بيقول لهم كده. انت طب ما تقول لنفسك، يعني انت بتقول للعيبه كده ركزوا، طب ما تقول لنفسك، طب ما تبدا بتشكيله كويسه، طب ما تلعب كره قدام المغرب، طب ما تعرف الفروق الفنيه والفرديه واقفل الدنيا. شوف ده انت المفروض النهارده المباراه سائريه بينك ليك انت. المغرب كل ما يقابلك يديك على دماغك. برازيلي ايه ده؟ برازيلي ده انت من بلاد دكرو. ده انت لو والله ما تنفع تبقى من بولاق، ده من بولاق عن دنيا الناس فاهمه شويه. انت مش موجود في الحياه ولا في الخريطه ولا تستاهل تبقى مدرب لمنتخب مصر. هيحصل حاجه؟ لا، هيلعبوا مع الجزائر الماتش الجاي مصر تلعب مع الجزائر، يكسبوا الجزائر. اوه منتخب مصر رجع زي ما منتخب تحت 17 سنه اترازع 5 من المنتخب المغربي، راحوا كسبوا الجزائر النهارده 2-1. قال لك عودة الكرة، احنا مبسوطين بالجزائر. طب الجزائر الدنيا بحالها بتكسبها، العالم كله بيكسب الجزائر، كل احترام ليهم بس هم بياخدوا على دماغهم، مش مقياس في الكرة. هارد لك للمنتخب المصري، مليون مبروك المنتخب المغربي.